السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وأصدقاء فلسطين في فيديو جديد من الدورة المجانية للتطريز الفلسطيني على قناتكم نينو وورد. الفيديو اليوم راح نتحدث فيه عن المحور الثالث من محاور الدورة وهو الخط الأفقي. طبعا تم شرح غرزة البداية والخط العمودي في فيديوهات سابقة موجودة على القناة، واليوم راح نحكي عن الخط الأفقي. راح نحتاج الأدوات اللي بنحتاجها دائما في التطريز الفلسطيني، وهي خيوط التطريز، المقص، الإيتامين وهو قماش التطريز، طبعا في منه أنواع تم توضيحها في فيديوهات سابقة خلال الدورة، وأيضا إبرة التطريز ونضع فيها قطعة من خيط التطريز. رح نبدأ الشرح على الورق المربعات ومن ثم ننتقل للشرح على القماش. رح نعتبر فتحات القماش الإيثامين هي عبارة عن زوايا المربعات في ورق المربعات، ورح نرسم خط أفقي من هذه الفتحات. في التطريز الفلسطيني بشكل عام ودائما بنرقم الزوايا تاعت المربع، لأن الغرزة شكلها عبارة عن مربع أو إكس بهذا الشكل. دائما الرسم أو تطريز بيبدأ من 2 إلى 3 ثم من 1 إلى 4. دائما هيك بنرسم الغرزة في أي عمل أو أي شكل نحن بنحتاج، سواء خط عمودي، خط أفقي، خط مائل. دائما هيك من أعلى يسار إلى أسفل يمين، ثم من أسفل يمين إلى أعلى يسار. وللتسهيل رقمناها بواحد 2 3 4، من 2 إلى 3، ثم من 4 إلى 1. طيب كيف نطبق هذا الحكي أو العمل على القماش؟ طبعا أنا عملت نموذج سابق لخط الأفقي كيف بيكون في التطريز الفلسطيني. من الأمام عبارة عن إكسات صغيرة جنب بعض، ومن الخلف بتكون عبارة عن خطين متوازيين، ولازم يكون خطين متوازيين مش عشوائي زي ما حكينا في الخط العمودي كان عبارة عن داشز فوق بعضهم. ارجعوا للفيديو وانتبهوا له. هان عبارة عن خطين متوازيين، حيكون سهل في الخياطة، سهل في الفنش، سهل في إضافة البطانة أو غيره. لكن إذا كان هذا العمل من الخلف عشوائي راح يغلب كتير في كل هذه المراحل التالية بعد التطريز. طيب كيف نعمل هذا الخط الأفقي على الإيتامين؟ راح نجيب الإبرة وفيها الخيط، راح نعقد نهاية الخيط، راح نيجي على الإيتامين، ندخل بشكل عشوائي في أي نقطة. طبعا راح بشكل عشوائي لأنه احنا ما عنا مشروع كامل، احنا عنا فقط نتعلم الخط الأفقي. لكن لو مشروع كامل راح يكون في عنا حسابات ونعرف الضبط وين نبدأ. راح ندخل من هاي النقطة ونعتبرها رقم 2، يبقى عنا هاي 1 2 1 3 4 1 3 4. راح نروح من 2 إلى 3. هيك أنا حصلت على الجزء الأول من الإكس. راح نطلع من 4 وندخل في 1. هيك أنا حصلت على غرزة كاملة، وهذه غرزة البداية زي ما شرحناها في فيديو سابق. طيب بدنا نكمل نعمل الغرزة التالية. راح نروح على 4 أو على 2، آسف، على 2 من الغرزة الثانية، من 2 إلى 3، ومن ثم 4 إلى 1. هيك صار عندي غرزتين جنب بعض. نرجع على 2 للغرزة التالية إلى 3، ومن ثم 4 إلى 1. هيك صارت عندي الغرزة الثالثة. نرجع تاني نكمل أعلى يسار المربع. طبعا المربع عنا هو ها 4 غرز اللي جنب بعض هم عبارة عن مربع. الزاوية أعلى يسار المربع إلى الزاوية أسفل يمين، حصلت على الجزء الأول من الإكس، ثم الزاوية
أسفل يسار إلى الزاوية أعلى يمين، أو من 4 إلى 1. طب لو لفينا العمل وطلعنا عليه رح نلاقي إنه خطين متوازيان، بغض النظر عن العقدة اللي عملناها كانت كبيرة، خطين متوازيان. طيب لو بدنا نكبر العمل بشكل أكبر عشان يكون واضح للأشخاص اللي حكوا إنه العمل كتير صغير، مع إنه هو هيك التطريز الفلسطيني بتكون الغرز كتير صغيرة، رح أعتبر إنه مش كل مربع عبارة عن غرزة، رح أعتبر إنه مجموعة من الغرز أو مجموعة من الفتحات هي عبارة عن غرزة واحدة. يعني لو جيت دخلت من هان، هذه رقم 2، وأجي هان، هاي هيك حصلت على بداية الإكس أو الخط هاد اللي دائما بنعمله من 2 إلى 3 بشكل مكبر. طبعا عملتها. الآن بدنا من 4 إلى 1، رح نيجي من هاي من 4 إلى 1، هيك الغرزة بتكون إكس. طبعا هي هاي الغرز اللي هان هي نفسها هاي، لكن هاي مكبر. لو بنروح على الغرزة اللي بعدها رح نيجي من 2 الغرزة الثانية إلى 3، ثم من 4 إلى 1. إذا بتلاحظوا الغرز اللي جنب بعض رح يشتركوا في بعض النقاط أو في بعض الفتحات، رح يدخل الخيط منها مرتين، والغرزتين يكونوا ملصقتين لبعض تماما. كمان واحدة من 2 إلى 3، حصلت على الجزء الأول من الإكس، ثم من 4 إلى 1، هيك حصلت على الخط الأفقي. لو بدنا نشوف العمل من الخلف عبارة عن خطين متوازيان.